تيجي اخويا حسين نيجي تشوف والله الحقيقة البلاد هدية تشرف خويا والله. المغرب هدية اخويا امستردام ماهوش المروك، والراي تاع تونس خويا والبلدان الكل احلى بلاد هدية المغرب صراحة برجولية، احلى بلاد خويا. صحيت والله يعطيكم ربي الصحة خويا، ان شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل خويا. القجع شبيتاك الله يحميهم. تفرجوا برجولية الكيران عجبوني برشا في المروك. تفرج العباد كيفاش تخدم في بلادها، تفرج ما شاء الله، شوف النظافة والعفافة، عباد قاعدة تخدم قاعدة تقدم. شوف البلاد كيفاش. نتمناو يشوفوا حال تونس شوية ويقدموا بالبلاد شوية، ولازمنا نخدموا شوية على البلاد متاعنا وما نحسدوهمش، ولكن ان شاء الله ربي يعطينا كما عطاهم. منظفها برشا. تفرج الشارع كيفاش، تفرج الكيران، تفرج كيران ما شاء الله ما شاء الله. وكما نقولوا ما حسدناهمش، ولكن ربي يعطينا كما عطاهم. شنو هذا المغرب ولا وين احنا تو؟ ملا عالم وملا نظام وملا اناقه وملا احترام وملا استقبال وملا المغرب هذا. اخويا اول زياره للمغرب حقيقه منبهر باتم معنى الكلمه بالبلاد هذه ما شاء الله، قسما بالله بالحق ما شاء الله. والترحيب صادق يعني في كل مره تقول لهم راني تونسي بالحق تحس ترحيب صادق. شوفوا نظافة، شوفوا العالم كيفاش عامل، والله العظيم المغرب دخلت القلب دخلة قوية برشا. ان شاء الله ربي يفضل لكم بلادكم ومحلاها. اول صدمة خديتها في المغرب ترى 9 يطلع 9 بالضبط. لا ما فهمت شيء وانا داخل حسيلو. هاي تبعوني خلنا نحكي لكم ماشي المغرب شنو لازمكم شباب. الرحله بدات من تونس والفول كانت 2 ساعات ونص. اول ما توصل لازمك تطبع في الباسبور ولازم توريه الفيزا والريزرفاسيون اوتيل، بعدها تهز الباجاج. واول حاجه لازم تصرف فلوس، صرفوا كان 100 يورو شباب خاطر الصرف البرا خير. ديريكت تتعدى تاخذ بيس اورانج بتاع 100 درهم، ما تاخذوش بتاع 200 درهم. وجهتنا الاولى كانت كازا، ولهنا عندك شويه تمشي بالبيس يا تمشي بالتران، وزوز تلقاهم في المطار. انا اخترت التران، واول صدمه كانت لي كي شريت التيكي حسيتها غاليه شوي. ثاني صدمه حكيت لكم عليها، التران جاي في الوقت وصل في الوقت. في كازا خذينا اوتيل واللي كان سومو 60 دينار توانسه، حطينا سيكاننا وبدينا اكتشاف كازا على ساقينا. اول حاجه مشينا لها جرده قريبه وسط البلاد ياسر مزيانه ونظيفه. بعد خذينا تاكسي ب9 دراهم يعني 3 دينارات تونسي. باش تاخذوا تاكسي ولا المترو لازمكم ديما عندكم الصرف الاولاد. صرف ماكش في باب بحر انت باش منين تدور تلقى صرف، معناتها لازمك ديما عندك صرف بزيد. يزينا من الصرف ويجا شوفوا معايا تحفة المعمارية ذي، مسجد الحسن الثاني أزين مسجد شفته حتى توا. وبديت عاد ولا جامع مش نورمال. ليه نفدلك الولاد ما شاء الله. قلت هيا متعوا عينيكم بالمنظر معايا. صلينا العصر وبعد مشينا في الكورنيش وين تلعب الصغار وتلعب انت زيادة باش تولي بدن صاحبي. بعد عطيناها وحيد غلة ما نحكي لكمش الولاد ب5000 فرنك. ختمناها بدورة في الأحوام العربي، واحنا نمشي ونسأل وفرحانين بينا المغاربة. الحقيقة عطونا بون بلون اللي هو مارينا جوس. اول ما دخلت قلت محليه الكونسيبت، انت تبنك يجيبولك عصفور تلعب معاه تاكلوا تصوروا. بالنسبة للماكلة والجو ياسر بناء، اما الاسوام غالية شوي. بعد الدورة وكل الانبهار هذاك الكل مروحين في 2 نلقاو سهرية في الجردة اللي وريتها لكم المرة اللي يا اخي بقينا سهرة شوي يا اخي، ما عجبتنيش الحقيقة السهرية، ما فهمنا شيء من الأغنية المغربي. تبعوا شوية في الموسيقى ولا ما لقيناش يركز والمزود خدام وكذا زيت. روحنا رقدنا وقمنا الصباح بكري شدينا 2 في التران لطنجة. ولهنا انا زدت تصدمت في اسوام التيكيات اللي كانت رحلة بساعتين ب100 دينار تونسي. نخدموها بحاجتين، ديما عندك بزايد صرف، وكل ما تركب مع تاكسي يحط لك الكونتور تجيب زايد فلوس. كانت ناوي تسافر من مدينة لمدينة خاطر المترو غالي برشا. بالنسبة للماكلة الشوا موجود ورخيصة، معناتها من 3000 الأبن حاجة عندهم بريسك 30000. تخيل معي انك تسكن داخل قصر وعمره اكثر من 110 سنوات. هذا اللي صاير معانا في المغرب. 23,000 ريال سعودي تقريبا 5800 دولار هي قيمة اقامتنا هنا في المغرب، تحديدا في الرباط. وين بالضبط يا خالد؟ وين ساكنين؟ ما سكننا في اي مكان، ساكنين في قصر. اي نعم، قصر صومعة حسان، هذا اللي تشوفونه من خلفي. تعالوا خلونا نشوفه من الداخل، شيء جميل جدا. حياكم. والقيمة اللي ذكرتها ل5 أيام إقامة في هذا القصر. لاحظت أن في أحد المنتخبات موجود وساكن معنا في نفس القصر. أشوف باصم،
تعالوا خلونا نشوف مين هذا المنتخب. حياكم الله في قصر صومعة حسان. تعالوا نشوف الجمال في هذا القصر من الداخل. حياكم. ما شاء الله تبارك الله يا اخوان، القصر من الداخل شيء جميل جدا ورائع يا اخوان. فعلا انا داخل قصر. شوف الجمال، شوف التصميم، شوف الدرج، توكلنا على الله. تعالوا خلونا نطلع لفوق. حياكم. ما شاء الله تبارك الله يا اخوان، انا متحمس اوريكم الحديقة الموجودة في هذا القصر. شيء خيالي ما شاء الله تبارك الله. بس اجمل شيء هنا لازم تشوفوه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذه الحديقة الرائعة والجميلة يا اخوان. طبعا حديقة ضخمة مثل ما تشوفون، نشوف فيه جلسات، في مطاعم، في كافي، في اكثر من مطعم موجود داخل القصر. حياك. تعال. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله يا اخوان. شيء خيالي، شيء خرافي، شيء تاريخي داخل هذا القصر. تجربة غير جمال قصر صومعة حسان. شيء جميل جدا، تجربة تاريخية تعيشها هنا في المغرب. خرافي تاريخي. طبعا هذا المسبح فوق الجيم. كل التجربة اللي نعيشها على الطريقة المغربية. قصر مغربي تاريخي. تخيل معي انك تسكن داخل قصر وعمره اكثر من 110 سنوات. هذا اللي صاير معانا في المغرب. شوف التفاصيل، ما شاء الله تبارك الله. كل مكان أجمل من الثاني داخل القصر. ما شاء الله تبارك الله. تعالوا نشوف مكان آخر داخل القصر. ما شاء الله يا البوابة. شوف الدرج، شوف النجف. مقر جميل جدا. تجربة رائعة، تجربة تاريخية ما راح أنساها. تعالوا شوف. تعال. الإضاءات تدخل عليك دائما من كل مكان. شوف تفاصيل الباب، شوف الجلسات الرائعة والجميلة ودخول الإضاءة من كل مكان في قصر صومعة حسان. يلا نطلع على غرفتنا، نقول بسم الله. من 1912. بسم الله وعلى بركة الله. جاهزين نشوف الغرفة؟ ما شاء الله تبارك الله. نبدأ الغرفة. هذه طبعا دورة مياه عزكم الله. وش عندنا هنا؟ غرفة الملابس. وبعدها هذا هو جناحنا جميل داخل قصر صومعة حسان. سرير النوم، الجلسة، الضيافة، والأجمل من هذا كله يا أخي الشمس تدخل عليك من كل مكان. تعالوا نشوفوا الإطلالة مع بعض. صرت مغربي. نشوفه. يا سلام يا روعة المكان. الله، تاريخي يا أخوان. والله تجربة تاريخية. أول مرة في حياتي أخوض هذه التجربة. تخيلوا معي يا أخوان أن كل هذه عبارة عن بلكونة الجناح. نعم، بلكونة جناحنا. هذا مضمار سباق ما شاء الله، مو بلكونة. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الجمال، شوفوا الروعة. الله على التجربة التاريخية اللي لن أنساها. عشتها هنا في قصر صومعة حسان بالمغرب. وانتم علموني في التعليقات شو رايكم في التجربة التاريخية اللي عشناها ب$5800 لمدة 5 أيام هنا في قصر صومعة حسان. انتظركم في التعليق. ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر، الله أكبر. صوت الآذان حق يا أخوان. 3 أيام من أول يوم وصلت فيه المغرب إلى اليوم الأمطار ما توقفت على المغرب. ما شاء الله يجعلها أمطار خير ورحمة وبركة على المغرب وأهل المغرب. في كثير أشوفهم في التعليقات يرسلوا لي يقولوا لي روح شوف الثلوج. وين أقدر أشوف الثلوج في المغرب؟ في أي مدينة بالضبط وفي أي توقيت يكون وقت نزول الثلوج؟ ارسلوا لي في التعليقات، أعطوني مقترحاتكم. بإذن الله باخذ المقترح اللي فعلا يعني يتكرر وكذا وأتأكد أنه هو صحيح، وأطلع بإذن الله إلى المنطقة اللي فيها ثلوج، لأني متحمس أشوف الثلوج في المغرب. انتظركم في التعليقات، وعشانكم أنتم اللي طلبتوا. يلا أعطوني المكان والتوقيت. ولو تسألوني ليش يا خالد ما طلعت من الرباط، ليه ما رحت أغادير في مباراة لمنتخب مصر، يا أخوان إلى الآن ما وصلت شنطتي وصلت إلى مطار الرباط من أمس، مو اليوم. لكن أرسلت شخص يستلمها، قالوا له ما تقدر تستلمها، لازم صاحب الشأن يرسل لك لا إله إلا الله وكالة عشان تستلمها. فبشوف إيش طريقة الوكالة، هل يقبلون بخط يدي يعني، أو أطبع ورقة من هنا من الاستقبال وأوقعها، أو إيش الطريقة الصح، بتأكد أو أرسل لهم إيميل. الآن جالس أتواصل معهم، توصل الشنطة إن شاء الله نقدر نتنقل. وما ننسى الشخص اللي أنتم تنتظروه، يوسف بنيني، قلتوا لي يا خالد الهدية نبغى نشوفها، أبشروا بنصور الهدية. فتيجي الشنطة ونسلم الهدية، بعدها نقدر نتنقل. ووعد الحر دين، نخلص أول شيء من الوعد وبعدها نقدر نتنقل ونحضر مباريات في مختلف المدن.
وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وكومونتير وشير.